تعالى أقولك إزاي تعملي أحلى ترشي وفي 4 أيام بس، والطعم خطير. يلا بقى عشان إحنا مستعجلين. معانا هنا صينية من الخضار المشكل، فيها لفت وفيها فلفل وفيها جزر وفيها قرنبيط وفيها خيار. بس انا كان نفسي يبقى فيها الليمون القضاليا، بس للاسف انا ما لقيتوش. اول حاجة هبتدي بها اللفت. بصوا حضراتكم، انا بشيل الحتة بس اللي فوق، احنا ما بنقشرش اللفت. والجزء اللي تحت العروش ده انا بحب اخلله، بشيل اول حاجة فيه وبعد كده بقطع بقية اللفت. طبعا بغسلها كويس جدا، كل الكمية بعملها كده وبغسلها وبقطعها اي تقطيع حضرتك تحبيها. وبعد كده برجع اغسله تاني واحطه في مصفى وارش عليه رشة من الملح. خلاص بعد كده هنجيب الجزر، بقشره طبعا، بغسله وبقشره. وبعد كده بقطعه نفس التقطيعة بتاعة اللفت او اي تقطيع حضرتك تحبيها. انا هنا مقطعاه يعني كذا تقطيع. بعد كده بحط عليه برضو، احطه في مصفى بعد ما اكون غسلته وارش عليه رشة من الملح واسيبه على جنب. بعد كده بجيب القرنبيطة. انا هنا القرنبيطة عملت نصها، بقطعها لوردات صغيرة. وبعد كده بحط مية على النار، مية بتغلي، وبنزل بقى بعد ما اقطعها كده بنزل بيها لمدة 30 ثانية. ليه بقى يا رودي؟ علشان احنا خلاص رمضان باقي 4 ايام، كل سنة وحضراتكم طيبين، فيلحق يبقى يعني يتخلل مع الباقي، مع باقي الخضار، لان الخيار والفلفل واللفت اسرع حاجة في 4 ايام بتتخلل، كمان عشان يلحق يبقى مستوي كده معاهم. بس خلاص شلته بعد 30 ثانية بمصفى وحطيته في مية ساقعة وحطيته تاني في المصفى يتصفى كده مع نفسه لحد ما نخلص بقية الخضار بتاعنا. باقي الخيار. هنا بقى تركاية هقول لحضراتكم عليها، بعيد عن التصوير او اي حاجة. انا كان ممكن اقطعه زي الخيار زي الجزر وزي اللفت. لا، نصيحة مني، الخيار بالذات مع الخضار المشكل او الترشي يعني بلاش تقطعيه. ايوه بلاش تقطعيه، يا دوبك تشيلي الحته اللي فوق والحته العنقود بتاعها اللي فوق واللي تحت، وبالسكينه كده اديها كده شكه بس بالسكينه، هي والفلفل. ليه بقى يا رودي؟ لانه هيتهري معاكي. على شهر رمضان كل سنه وحضراتكم طيبين، في خلال الشهر هيتهري، لان اول حاجه بيستوي في المخلل هو الخيار والفلفل، وبعد كده اللفت والقرنبيط والجزر. خلاص كده نحضر بقى المحلول الملحي. هنا انا غليت 2 لتر من المية، غليتهم كويس جدا وسبتهم يبردوا تماما. وبعد كده ضفت عليهم لكل لتر مية 4 معالق ملح، يا ريت يبقى ملح خشن. خلاص، ومعلقة سكر. ال2 لتر عملوا يعني اخدوا معايا 8 معالق ملح ممسوحين ومش مليانين، ومعلقتين من السكر. وهنا بقى لو عند حضرتك هريسة شطة، يبقى بقى المخلل ده هيبقى عظمة. ضيفي بقى، خلصنا الخضار بتاعنا، هنضيف بقى ليه معلقة من هريسة الشطة. ولو عندك قشر اليوسفي يا سيدي بيخلي المخلل في حتة تانية خالص، بيديله ريحة جميلة جدا. خلاص كده كان عندي قشر يوسفي ضفته طبعا بعد ما قلبت كويس جدا الخضار كله. وزي ما قلت لحضراتكم انا هنا الخيار ما قطعتوش. هنبتدي بقى نحطه في برطماناتنا، طبعا البرطمان غاسلينه ومعقمينه كويس جدا. وبعد كده بقيت اضيف، انا هنا ضفت الخيار اهو، ضفته من غير ما اقطعه. وكمان بقيت الخيار انا هحطه في برطمان لوحده. 4 ايام وهتاكلي خيار مش عايزه اقول لكم طعمه، القرمشه فيه لاخر واحده، ويقعد معاكي بالشهر والاتنين كمان. خلاص مليت بقى هنا البرطمانات. جبت بقى بنجرايه، هنا برضه من ضمن التركات في الترش البلدي، هاتي لو عند حضرتك اختياري بنجرايه، قطعيها اغسليها وقطعيها وحطيها كده، وانتي برضو بتحطي المخلل في البرطمانات. ده بالنسبة للخضار المشكل، لكن لو هتعملي خيار لوحده طبعا ما ينفعش نحط بنجر. هنا كمان فصين من التوم، حطيهم مع الخيار والفلفل، بس كده. وبقيت بقى الميه اللي اتبقت من هريسه الشطه ضيفيها على المحلول الملحي. وكمان 4 معالق من الخل. ليه بقى؟ علشان خلاص باقي 4 ايام على رمضان، فالخل بيساعد في التسويه كمان. 4 معالق كبار كده من الخل. كمان لو عند حضرتك ليمون، طالما مش حاطيناش ليمون اي نوع ليمون في المخلل، اعصري ليمونتين كبار كده. طبعا انا كان ممكن اقول لكم اكتر، بس طبعا الليمون غالي، كفايه ليمونه 2 اعصريها في المحلول الملحي، بتدي طعم جميل، بتحبي كده تشربي الميه شرب. خلاص كده خلصنا المخلل بتاعنا، ضفنا المحلول الملحي، هنغطيه كويس جدا باحكام كده. تاني يوم حضرتك هتبقي تقلبي بس البرطمان،
عشان كله يندمج مع بعضه كده والبنجر يبقى موجود فيه. وخلاص هتاكلي احلى مخلل. ربنا يبلغنا رمضان وينعاد علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركه. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. حلوين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.